الرسالة التالية: ما علاج الضرن وما أعراضه؟ طبعا ما علاج الضرن بالرئة، لأن طبعا الضرن زي ما قلنا الحلقة الماضية أكثر من مكان في الجسم قد يصاب بالضرن، ولذلك هو حدد الرسالة. شكرا على رد حضرتك. علاج ضرن الرئة وما أعراضه: أعراضه كثيرة جدا، ولكن أكثر ما يميزها طبعا من ارتفاع الحرارة والكحة المزمنة المستمرة وضيق التنفس إلى آخره. ولكن أكثر ما يميز ضرن الرئة هو أن الشخص لما يكح بيكح دم، بعض قطع من الدم، وليس مخاط مموج بدم، لا بيكح دم صافي، وبالتالي ده يعتبر هو يعني العرض المشهور قوي. علاجه طبعا العلاج الكيماوي او العلاج الطبي العادي، بالاضافه الى اللي انا هذكره دلوقتي لحضرتك: شرب مغلي الحلبة بكثرة على الأقل 3 مرات في اليوم. هنجيب حضرتك كيلو من عسل النحل، زائد 8 كيلو من حبة البركة المطحونة، زائد 8 كيلو من الكركم المطحون. هيخلط جيدا الجميع، وهناخد معلقة كبيرة على الريق ومعلقة قبل النوم. ثالث خطوة هي استنشاق بخار الماء مع زيت النعناع. دي نقطة مهمة جدا، لأن ده بيزود البرفيوجن اوف ذا لانج أو التغذية الدموية للرئة، وبالتالي بيساعد قوي الجسم والرئة الجهاز التنفسي إن هو يتغلب على هذا المرض. استنشاق بخار الماء مع زيت النعناع. الرسالة